اوريك بقى ايه شكلها من قريب عامل ازاي. هلو زلوز، عاملين ايه يا شباب؟ وحشتوني. رجعت لكم فيديو جديد زي ما وعدتكم وما اتاخرتش عليكم، علشان كده انزل اعمل لايك للفيديو ده دلوقتي وابعته لكل اصحابك علشان عيله ادهم تكبر اكتر واكتر. وانزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي لينك، اضغط عليه هيدخلك على كل حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي. اعمل لي فولو عليهم عشان بنزل عليهم حاجات مهمه جدا، خصوصا الانستجرام علشان الستوريز بينزل عليها دايما حاجات مهمه، وقريب هينزل عليها مسابقات. المهم بقى ان الفيديو ده المفروض كان يتصور من اسبوع او اسبوعين، عشان اللي انا عامله حاليا ده كارثه. وتعالى اقول لك ايه اللي حصل. بص كده، العقربه دي بقالها اسبوعين او 3 اسابيع في نفس العلبه دي. وليه بقى؟ تعالى اقول لك. دي انا شاريها بقالي فتره طويله جدا، وكل ما اجي اعمل لها البيت بتاعها اقول لازم اصور فيديو علشان اشارككم التجربه الجميله دي وتفهموا ايه النوع ده وبيتربى ازاي. طبعا بما ان كل شويه يحصل لي مشاكل فما بعرفش اصور، فكنت باجل. وهي حاليا في العلبه دي بقالها كتير. وفي واحد صاحبي هيشوف الفيديو ده وهيشتمني لانها كانت عنده في البيت معززه مكرمه، وانا قلت له هاتها عشان اصور فيديو. يا ريتني سبتها معايا يعني بصراحه، لان كده تم اهانتها بشكل كبير. كفايه كسل بقى وكفايه مشاكل، ويلا بينا نعمل لها البيت بتاعها. اول حاجه معانا طبعا هو فن اختيار العلب. علبه زي دي تكون كويسه جدا للموضوع زي ما انتم شايفين. مش عارف هل ممكن تكون كبيره او صغيره، هنشوف. زي ما احنا عارفين العلبه اهي، واول حاجه بنعملها هي الكوكوبيت. خلينا نفضي كميه كوكوبيت حلوه، وبلاش نبقى بخلة يعني، زود براحتك. هو بيحب يحفر، بيحب يتسلق. كده حطينا كمية كوكوبيت حلوة. عايزين إضاءة كده، الإضاءة بتبقى أحلى أعتقد. زي ما احنا شايفين شوية كوكوبيت كده زي الفل. حطينا الكوكوبيت. تاني خطوة هي الديكورات. الديكورات بتكون حاجات مناسبة للبيئة بتاعة النوع ده. معانا صخور ومعانا أخشاب ومعانا هنا كوز صنوبر. مش عارف هيتحط ازاي ولا لأ، يعني هنشوف دلوقتي. لكن أهم حاجة معانا دي عاوز أحطها بطريقة تكون حلوة. مش عارف بصراحة تتحط ازاي. أعتقد ممكن نخليها كده، ندفن جزء منها ونحفر تحت جزء منها كده اهو. مش عارف، حاسس ان ده مجرد عك، او الموضوع ناقصه برضه شويه حاجات خضراء. رحت جبت دي، مش عارف بصراحه هل هتبقى حلوه ولا لا. مش عارف احطها فين اصلا يعني. تحط هنا انا كده ادركت ان انا ناقصني ديكورات كتير. بقالي كتير قاعد فاضي. اول ما قررت اصور كل العربيات قررت تعدي من الشارع بتاعي وتضرب كلاكسات بقى وبتاع وغرز ومش عارف ايه، ويخرب بيت الصداع. بص احنا ممكن نحط دي هنا، ولكن المنظر مش عاجبني خالص. اكتشفت ان انا مش بعرف افكر وانا بصور، فطلعت بالنتيجة العبثية دي. شايف حط طبق المية فين؟ احطه هنا. هنا اعتقد احسن عشان يبقى سهل عليا اغير المية كل ما حبيت اغير عليها من غير ما اجيب اخر العلبة. بس اعتقد ده علبة تربية زي الفل. دلوقتي بقى حان وقت الكتكوتة هي ايه تدخل البيت بتاعها. اوبس، هنطلعها بهدوء. هي مش طايقاني طبعا، حقها. بقالها قرن قاعدة جوه العلبة دي. طلعها على ايدينا الاول. ما شاء الله، نوع يا جماعة مبهر بتفاصيله والوانه. طبعا بتقول لي الوان ايه يا ادهم؟ ده اسود. ما هو طبعا تفاصيل اللون الاسود دي بتبقى تحفة. اسود مطفي
جميل طبعا، الحجم كمان ما شاء الله عليه. لعلمك بقى ان دي لسه حتى مش بالغة، يعني دي انثى لكن لسه ما وصلتش لاكبر حجم ليها ولا اي حاجة، تعتبر لسه صغنونة. عسولة اوي. تعالى ننزلها الانكلوجر نشوف هتعمل ايه. ما شاء الله. تعالى بقى نعمل زوم ان. بص بقى الجمال، هي شكلها جوه الانكلوجر جميل على فكرة، والانكلوجر مش وحش، هو بس شكله من بعيد كان زي القرف، لكنها تتأقلم معاه. بتدور على أي مكان تستخبى فيه، بتحب تحفر في نفس الوقت بتحب تتسلق، فعندها ايه كل الاوبشنز. اوريك بقى ايه شكلها من قريب عامل ازاي. سبحان الله. بصوا يا جماعه الابره اللي فيها السم مليانه شعر. خايفه من ايه بس؟ خدي هنا. اعتقد ده بيت ممتاز جدا ليها اهو، برطع فيه. طبعا انت شايف ان المساحه ممكن تكون كبيره شويه، ولكن دي لسه بتكبر اكبر من كده بكتير، يعني ممكن شويه كمان العلبه دي تبقى صغيره عليها. فانت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ فباذن الله تكبر معانا وتكون باحجام عملاقه جدا، ونكبر العلبه دي كمان. خلينا كده نطلعها على ايدينا تاني. هو جميل اوي ما شاء الله. لا 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 لا، تعالي هنا، رايحه فين؟ تطلع على دراعي وكانت تطلع على ظهري. ما شاء الله. جميل جدا. هو انا كادم بحب العقارب جدا، خصوصا ايه الحاجات المميزه اللي زي كده. اوب 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 اوب، رايحه فين رايحه فين رايحه فين؟ كانت تطلع على دراعي. طلعت على كتفي فوق. احنا كده عملنا لها البيت بتاعها، تمام. هتبدا بقى تستكشف وتحفر وتظبط حياتها جوه، وهنبدا بقى ناكلها وهنشوف هي بتاكل ايه. خليني بس الاول اقلع الحاجات دي وبعدين نكمل الفيديو بتاعنا. دلوقتي بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل العقرب ده سام وخطر ولا لا؟ اديك 5 ثواني تفكر وتقول لي هل ده سام؟ هل ده خطر؟ هل ده ممكن يموتني؟ والحقيقه المتعارف عليها ان العقارب السوداء دايما بتكون هي اخطر العقارب في العالم، والحق العقرب الاسود السام القاتل. في الحقيقه ان العقرب ده سام، ان كل العقارب سامه، ولكنه سم ضعيف جدا وغير مؤثر اصلا على البشر ومش ضار نهائيا. ايه ده؟ ايه الفراشه دي؟ زي ما كنا بنقول غير ضار للبشر، سمه ضعيف جدا. هو كمان نوع هادي جدا زي ما انتم شايفين، هو اصلا ما بيأذيش ما بيلدغش، ومناسب للمبتدئين وكمان مناسب للاطفال. انت متخيل ان طفل ممكن يربي عقرب واحنا ننصح بنوع معين للاطفال؟ دايما في الدول الاوروبيه والاجانب وكده بينصحوا بالنوع ده للاطفال ان هم يربوه، لانه نوع هادي جدا مش ضار تماما، ولا يمكن ان هو يأذي اي شخص سواء بالغ او طفل. بقى لها كتير قوي محبوسه جوه العلبه الصغيره، فما صدقت انطلقت وعايزه تتحرك كتير، بس انا مش عايز ازعجها اكتر من كده. المهم ان النوع ده هادي قوي زي ما انت شايف، ما بيهاجمنيش حتى، ولو هاجمني فمش هيبقى فيه اي ضرر منه. هنا بقى نرجعها البيت بتاعها. سلام تاني، مش هتسيب ايديا. انزلي تحت بقى، بس كفايه. ما شاء الله. فيديو النهارده خلص لحد كده، وباذن الله يبقى فيه فيديوهات اكتر عن العقرب ده، وهشارككم بقى شويه حاجات كتير. وما تنساش تقول لي عايز تعرف ايه عنه، وعايز نعمل ايه معاه، نجرب ايه، الكونتنت ده بتاعك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وابعت الفيديو لكل اصحابك، واكتب لي في الكومنتات ايه رد فعل اهلك لو شافوك مربي عقرب زي ده، وهل هيصدقوك لو قلت لهم ان العقرب ده مناسب للاطفال؟ لو محدش صدقك قول لهم انك من عيله ادهم هاني خبير في الحياه البريه، وسلام.